اهلا بيكم حبايبي في قناتي اصل الطبخ مع ايناس. يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الكيك وهنتعلم تزيينه ازاي علشان تعمليه لولادك وتفرحيهم بيه. وهنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه ومش هتكون فيها اي صعوبه عليكي. يلا بينا نشوفوا مقاديرنا. مقاديرنا سهله جدا، عباره عن نص كيلو دقيق اسفنج وده موجود عند مستلزمات الحلواني، تقدري تجيبيه. ومعانا 6 بيضات ونص كوبايه ميه، مفيش اسهل من كده. هناخد البيض بتاعنا هنضربه شويه، وتقدري ان انت تحطي المقادير كلها عادي على بعضها، البيض على دقيق الاسبونج والميه. بس انا بحب يعني في الاول ان انا اضرب البيض شويه، وبعد كده بضيف دقيق الاسبونج بتاعي، واخر حاجه بحطها نص كوبايه الميه، ونص كوبايه الميه دي من الحنفيه لغايه ما بيبقى بالقوام زي ما انت شايفه كده. بجهز بقى معايا الصينيه اللي هحط فيها الكيك. ممكن ان انت تحطي لها شويه سمنه وترشي عليها شويه دقيق، او تجيبي ورق الزبده وتحطيها كده في الصينيه زي ما انا فرشتها. هحط الكيك الفانيليا واسيبه على جنب عبال ما اعمل كيك الشوكولاته. برضو مفيش اسهل من كده. معانا برضو نص كيلو من دقيق اسبونج الشوكولاته ونص كوبايه الميه و6 بيضات. بضربهم كويس قوي 10 دقايق كده بالمضرب لغايه ما بيبقوا بالقوام ده. وطبعا قبل ما بشتغل اي حاجه لازم ان انا بكون مشغله الفرن قبل ما بعمل اي كيكات، علشان لما ادخلها الفرن ما تهبطش معايا، لان ده سر من الاسرار اللي بتخلي الكيكه بتاعتك ما تنجحش. حطيتها في الفرن، اخدت معايا حوالي ساعه الا ربع وطلعت بالشكل اللي انت شايفاه ده. عالية معايا وخفيفة وهشة وطرية جدا. طبعا ما بقدرش اشتغل فيها غير لما بتبرد خالص، ما تقدريش تيجي جنبها عشان ما تتفرفتش منك. فطبعا بعد ما بردت معايا ببتدي ان انا اقطعها 3 قطع. كل قطعة كده زي ما انت شايفة هحطها على جنب عبال ما ابتدي اشتغل فيها. خدت برضو الفانيليا، طبعا هي مربعة زي ما انت شايفة كده. انا بعد ما قطعتها 3 قطع زي ما انت شايفة هبتدي ان انا اقسمها نصين. قسمت كيكة الشوكولاتة نصين وكيكة الفانيليا نصين، ده بعد ما انا قطعتها ودورتها عشان تبقى مدورة زي كيكة الشوكولاتة. وهنا انا معايا سيرب زقيت بيه التورته على خفيف. ولو انتي هتحط لها الشربات بتاع الكمبوت اللي في العلب يبقى لازم تتكل في يوميها، ما ينفعش ان هي تستنى عشان الجو حار طبعا وما تبص منك. ولو عندك فاكهه تقدري للتزيين برضه تقدري تعملي. هنا احنا حطينا الكريم شانتيه، وكلنا عارفين الكريم شانتيه بيتضرب ازاي. هي كوبايه من الكريم شانتيه على كوبايه ونص من الميه المتلجه، بتضربيهم كويس قوي لحد ما بتكون الكريمه متماسكه زي ما انت شايفه. طبعا في التزيين بتاعنا ده لما انا جلست الكيكه نفسها بحطها في التلاجة لان الجو حر طبعا معانا. وبعد كده بطلعها وبحط النصين على بعض زي ما انت شايفه كده، فبتصبح معايا كيكه مدوره. بحط بقى في كيس الحلواني الكريمة البيضة، وطبعا القمع اللي انتي حابة تشتغلي بيه بتعملي بيه. وعملت التزيين الابيض الكريمة البيضة، وبعد كده ببتدي ان انا اعمل تزيين بالكريمة الشوكولاتة، بعمل وردات برضو من تحت ومن فوق زي ما انتي شايفة كده. وبعد كده بحطها في التلاجة. بكون بقى محضرة الشوكولاتة بسيحها على حمام مائي الشوكولاتة، وبعد كده بجيبها بجلس بيها نص التورتة او نص الكيك اللي هو اللي بالشوكولاتة. وبرضو حطيتها في التلاجة تجمد معايا شوية. وعشان اكمل تزيين نص الكيك الابيض جبت الكريمة وعملت وردات كده في النص، وابتديت احط مربى في الربع اللي موجود. طبعا التزيين ده بتاعك انتي، عندك مربى عندك ملبس ملون زي ما انا عاملة كده، التزيين ده بتاعك انتي بقى. انا هنا جبت ملبس ملون وحطيته في الربع التاني. وبعد كده نص الكيك الشوكولاتة جبت ملبس شوكولاتة زي ما انت شايفة كده الكور دي، وابتديت ان انا ارصها في الربع ده كله. يعني زينتها هيبقى نصها الشوكولاتة كور ونصها شوكولاتة مربعات. وطبعا كل تزيين الكيكات دي موجودة عند مستلزمات الحلواني، أشكال كتير للتزيين. تقدري تجيبي الأشكال اللي تريحك وتعملي بيها تزيين للكيك بتاعك.
وللجناب بقى بتاعه التورته ممكن تقدري تحطي سوداني مجروش، تقدري تحطي جوز هند، بتزيني بيه جناب التورته من الناحيه الفانيليا. والجنب اللي فيه الشوكولاته جبت كور الشوكولاته او ملبس الكور الشوكولاته، وابتديت ان انا ارمي في الجناب بتاعه علشان تديها شكل. وجبت بندق برضو وحطيته زي ما انت شايفه، وده بيكون الشكل النهائي للكيك بتاعنا. طبعا انا عملت واحدة تانية علشان كنت عايزة اوريلك الطبقات بتاعتها، لان الكيك دي كانت مطلوبة مني، فاضطريت عملت واحدة تانية علشان كنت عايزة اقطعها واوريك الطبقات بتاعتها. دي شكلها من جوه. الكيك طري جدا وهش، والكريمة فيه طعمها جميل جدا، والتزيين بتاعها برضو حلو، وحاجة بسيطة تقدري ان انت تعمليها لولادك، مش صعبة جدا. ويا رب الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.